بسيط. السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غتكون عندنا نظرة شاملة للظروف اللي كتسنانا في كأس إفريقيا، من ملاعب التدريب والملعب الرئيسي للمباراة، وكذلك الجو وكل ما يتعلق بما هو خارجي على المنتخب. وغتكون عندنا إن شاء الله مواكبة للمنتخب ديالنا في هذه المسابقة القارية. وفي الفيديو المقبل إن شاء الله غندوزو لما هو تقني، وغنديرو تحليل للاعبين، وغنشوفوا واش واجدين لهذه المنافسة. وقبل ما نبداو ما تنساوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم اي جديد على المنتخب في هذه المسابقة، وكذلك باش تشجعونا نقدم لكم مزيد من هذا المحتوى ان شاء الله. ونبداو على بركة الله. مع باصي. اولا غيقيم المنتخب المغربي طيلة دور المجموعات في مدينة سان بيدرو. هذه المدينة اللي شبه نائية وفيها درجة الحرارة مرتفعة بعض الشيء، ولكن الرطوبة مرتفعة لدرجة كبيرة بزاف، وهذا الشيء من المرتقب يشكل عائق كبير لجميع المنتخبات اللي معنا في المجموعة، ماشي غير حنا، لأنه أغلب اللاعبين عند المنتخبات المنافسة محترفين في دوريات خارج القارة، الأمر اللي غيخليهم حتى هما يكونوا مضطرين أنهم يتأقلموا مع الظروف والجو اللي كاين في هذه المدينة. وأمر آخر وهو أنه هذه المدينة هي ساحلية، وزيادة على الحرارة والرطوبة فحتى الرياح يقدر تشكل لنا مشكل، خاصة وأن الملعب لا يتوفر على مدرجات كاملة، الأمر اللي يقدر يأثر على المباريات بشكل كبير. وكلنا كنتذكروا مباراة المنتخب المغربي والأرجنتين اللي كانت غتلغى بسبب الرياح الكبيرة اللي كانت، لأنه ملعب طنجة كان كذلك ما مبنيش بالكامل. العالم الماضية بيروسي، هذا جماهير طنجة التي تحدت الرياح القوية ونجحت في بن عطية. اليوم المنتخب المغربي في الشوط الأول لعب ضد الرياح ولعب، والمناخ في ساحل العاج متقلب بحكم أنها دولة استوائية. على أي نتمنى خير لمنتخبنا ويتحدى هذه الظروف ويفرحوا كل المغاربة إن شاء الله. وما حدناش بدنا الملعب، فخلينا نشوفوا جودة العشب والطاقة الاستيعابية ديالو. أولا الملعب هو ملعب مدينة سان بيدرو، كيتسمى كذلك بملعب لوران بوكو، وهو حديث التأسيس بحيث تم التدشين ديالو في سنة 2020 خصيصا للتظاهرة، وكيتسع ل20,000 مشجع، وتقدر توصل الطاقة الاستيعابية القصوى ديالو حتى ل25,000 مشجع. وغتجرى فيه مباريات المجموعة السادسة كاملة، وكذلك مباراة ناميبيا ومالي في المجموعة الخامسة. أما العشب فهو عشب طبيعي من الصنف الأول وذو جودة عالية، وما يعاب على الدول الإفريقية اللي كتحتضن كأس إفريقيا أنه العشب بعد دور المجموعات يصبح كارثي دائما، وإن شاء الله يتفادوا هذا المشكل في هذه الدورة، وتكون صيانة للعشب بعد كل مباراة، وخاصة أن المسؤول على العشب في هذا الملعب فهو مغربي، و75% من المسؤولين على الملاعب في هذا الكان فهم مغاربة، وهذا أمر مشرف وكيدعي للفخر. وكنتمناو تكون شي مواكبة لكل الملاعب اللي غيلعب فيها المنتخب من كل هاد المغاربة. ونمروا الآن للمنتخبات المنافسة. أول مباراة للمنتخب الوطني في هذا الكان غتكون إن شاء الله يوم الأربعاء 17 يناير أمام منتخب تنزانيا اللي سبق لنا واجهناه الشهر الماضي تحديدا، وفزنا عليه بهدفين ل0 في دار السلام في تنزانيا. أما المباراة الثانية غتكون عندنا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 21 يناير، هذا المنتخب اللي سبق لنا واجهناه في مباراة السد للتأهل لكأس العالم بقيادة المدرب وحيد خليلوزيتش آنذاك، وانتصرنا عليه ب4 أهداف لهدف بعد ما سالت مباراة الذهاب هناك كونغو بالتعادل 1-1. والمباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات غتكون يوم 24 يناير أمام منتخب زامبيا اللي كذلك حتى هو غنواجهوه بعد كأس إفريقيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيتواجد معنا في المجموعة هو منتخب تنزانيا. وفي الختام كنتمناو هاد الأجواء وهاد الصعوبات اللي كتواجه المنتخب تحمل لينا فرحة والذهاب لأبعد الدور، ولما لا التتويج باللقب إن شاء الله. وما تنساوش الدعم ديالنا باللايك
والاشتراك في القناة باش يوصلكم أي جديد على المنتخب في كأس إفريقيا. وفي الفيديو المقبل إن شاء الله غيكون عندنا فيديو تحليلي للمنافسين المباشرين لنا في دور المجموعات. وإلى اللقاء في فيديو جديد.